بص انا هتكلم واقول اللي في قلبي، بس بصراحه كده فريق طربون اللي بيمثل مصر في بطوله الكينجز ليج فضح حاجات كتيره قوي في الكره المصريه. جدع ده لك ان تتخيل ان في اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي جناح منتخب مصر والنادي الاهلي الاساسي اللاعب محمود تريزيجيه صاحب ال 34 عام، مع ان لو رمينا عينينا بس على المواهب الشابه ممكن نطلع 100 تريزيجيه. عشان لك ان تتخيل ان الموهبه اللي هتشوفها قدامك دي دلوقتي ما بتلعبش دوري ممتاز ولا بتلعب دوري درجه تانية. يا عم ده ما بيشاركش مثلا مع منتخب الشباب اللي خسر قتا وخرج من كاس العالم، بيقول لك احنا كده خرجنا سوء توفيق وليس سوء اداء. جناح كامل متكامل، بدل ما نبقى الجناح اللي معتمدين عليه في مصر والنادي الاهلي عنده 34 سنه نبص للشباب. ما خلاص يا جماعه، هو مش الكوره في مصر مش حكر على لعيبه معينه وابناء عاملين، في مواهب لازم تاخد فرصتها. ده لاعب اسمه الليمبي، سيبك من ان هو اسمه الليمبي ومش اسم على مسمى خالص، لعيب انا لما شفته ده لو موجود معانا في منتخب مصر ليه الناشئين، بقول لك مش بقول لك منتخب اول، ده هنستفيد منه. الرجليه الله اكبر عليه، الواد مسطره على الجون مش طبيعي بجد. تاخد المفاجاه، اللاعب ده صاحب مصطفى صاصا اللي مشارك مع طربون في بطوله الكينجز ليج. من الاخر اللي سافروا مع طربون في البطوله ديت هم اللي نفع انهم يسافروا، بس ما بالك بقى في كام موهبه ما سافرتش مع فريق طربون موهوبه زي الشاب ده كده.